مشاهدينا أينما كنتم، طابت أوقاتكم. التغطية مستمرة على مدار الساعة عبر شاشة تلفزيون النهار للمستجدات الوضع بفلسطين المحتلة على خلفية العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل منذ أكثر من 3 أسابيع على قطاع غزة. عدوان همجي خلف أكثر من 1400 شهيد وآلاف الجرحى، والحصيلة مرشحة للارتفاع. قناة النهار الإخبارية الجزائرية وفي سابقة في المشهد الإعلامي العربي خصصت يوما مفتوحا للتضامن مع أهلنا بقطاع غزة ولتسليط الضوء على الموقف الجزائري الرسمي إزاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وكذا التحركات الدبلوماسية للجزائر إقليميا ودوليا لوقف العدوان. نسعد بالتواجد بمكتب قامة دبلوماسية من العيار الثقيل له جولات وصولات في القارات الخمس، هو الدبلوماسي المخضرم وزير الشؤون الخارجية السيد رمضان العمامرة. أهلا بك سيدي الكريم. صح عيدكم، مرحبا بكم في مقر وزارة الخارجية. عيد سعيد للجميع، لكافة متتبعي برامج القناة الإخبارية الممتازة والمتميزة، وأشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة. أعتقد أنها جاءت في وقتها المناسب، بحيث أمام تصعيد العدوان الإرهابي، سيما ما لاحظناه مع عيد الفطر المبارك وصمود أهلنا في غزة والشعب الفلسطيني عامة، كان لزاما علينا كذلك أن نفتح المجال واسعا للشعب الجزائري للتعبير بطريقة هادئة، ولكن في نفس الوقت بطريقة قوية عن تضامن لا مشروط مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الجديدة التي فرضتها الاعتداءات الصهيونية على أهلنا وشعبنا في فلسطين. على ذكر حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، الشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر وحشية، لحرب إبادة، هي مجازر يندى لها الجبين أمام مسمع ومرأى من العالم. بالمقابل صمت دولي، إن لم نقل تواطؤ عربي. هذا هو لسان حال الشعب الفلسطيني اليوم. دعني أقول أنه في الوقت الذي قرر الفلسطينيون والعرب البحث عن السلام العادل، السلام الدائم كخيار استراتيجي، وكان هذا توافق عربي جامع، في الوقت الذي إذن يسعى العرب ويساعدهم في ذلك بعض الفعاليات على الساحة الدولية، يواصل الكيان الصهيوني اختياره أو تنفيذ اختياره الاستراتيجي المتمثل في إفراغ فلسطين من أهلها العرب المسلمين والمسيحيين على قدم المساواة. ويسعى الكيان الصهيوني إلى فرض ليس سلام عادل مثلما أقرته المجموعة الدولية وصادق عليه العرب عامة، وإنما حل يكرس الحلم الصهيوني في أن تكون فلسطين فقط للصهاينة ومن يرغبون في تنفيذ هذا الحل الإقصائي في هذه الأرض الفلسطينية الطيبة. فراحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبالخصوص الحكومة الحالية تدخل في مسار المفاوضات، وتلك المفاوضات من أجل الحل النهائي المنشود راحت تدخل بعض العناصر الداخلة على عملية أوسلو وعلى ما توافق عليه الأطراف، وتوافقت عليه الأطراف أنه هو السبيل الذي يؤدي إلى هذا السلام المنشود. فراحت مثلا تحاول فرض الطبيعة اليهودية لدولة إسرائيل، في حين هناك من يقطنها من العرب الأصليين ما لا يقل عن 1.5 مليون من العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. وإذا قوبلت هذه الفكرة إضفاء الطابع الإسرائيلي الضيق والإقصائي على الحل، يعني هذا أن هؤلاء الفلسطينيين الأصليين العرب الإسرائيليين بالجنسية يجب أن يطردوا من جديد من هذه الأرض، وأن يجنسوا في أماكن أخرى، أو تعطى لهم فرصة
إعادة بناء حياتهم خارج وطنهم وخارج بيوتهم وخارج المكان الذي لهم عليه حقوق تاريخية. وهناك كذلك أمثلة أخرى من هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت، الموقف الذي يدخل شروطا إضافية، شروطا إقصائية على ما اصطلح أن يعتبر توافق دولي حول ما يجب أن يوفر من كلا الجانبين من أجل سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. فلاحظنا في الأشهر الأخيرة الماضية أن الجهود التي بذلها السيد جون كيري آلت بسبب هذا التعنت الإسرائيلي. راح السيد جون كيري وصرح بأشياء التي بطبيعة الحال تم عليها الضغط من أجل العودة على ما سبق أن قاله باندفاع طبيعي وبصراحة مطلقة. بل واصل الإسرائيليون في ظل هذه الأجواء المتوترة هذه الخطوات، وطبقت استراتيجيتهم الرامية إلى كسر الصمود والمقاومة في فلسطين، وهو الصمود والمقاومة الذي تمثله طبعا غزة وأهل غزة، بحيث قررت السلطات الإسرائيلية جعل قطاع غزة في عزلة على كافة المنافذ، وتقوية وتعزيز الحصار العسكري المضروب على غزة، وكذلك حرمان أهل غزة من المساعدات، وفي مقدمة هذه المساعدات المالية التي ستسمح لغزة بدفع مرتبات الموظفين والأساتذة والأطباء والمعلمين وما إلى ذلك. إذن تشاهدون وترون من خلال هذه التصرفات الإسرائيلية ومن هذه الخطوات التصعيدية التي اتخذتها إسرائيل في غزة النية المبيتة في كسر المقاومة من أجل تحقيق هذا الحلم الذي يصادف الحلم الصهيوني لإخلاء فلسطين من كافة أهلها الطبيعيين والأصليين. جميل الوزير، لكن قبل ذلك معالي الوزير، المستجدات الآن على الأرض بفلسطين المحتلة خاصة بقطاع غزة المحاصر، آلاف الشهداء يوميا، آلاف الجرحى، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، وبالمقابل العرب يكتفون بالتباكي، بالشجب، بالتنديد. وفي الواقع العرب على مستوى الشعوب متضامنين كلية مع الشعب الفلسطيني، وعلى مستوى الدول كذلك هناك إجماع في إدانة التصرفات الإسرائيلية الخارقة لكل الأعراف وكل التقاليد وكل القيم الإنسانية. هناك كذلك القناعة من أن ما يحدث اليوم يجب أن يساعد في إطلاق عملية سلام حقيقية توصل القضية إلى إنهاء الحصار، إلى فتح المعابر، إلى إغاثة أهل فلسطين، وإلى جعلهم جزء لا يتجزأ من عملية السلام، على اعتبار أن حكومة الوفاق الوطني المشكلة حاليا في الإشراف على دولة فلسطين تؤهل أهل فلسطين في كل مكان من أن يكونوا صناع ومستفيدي هذه العملية السلمية الرامية إلى إحقاق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. فالعرب أعتقد إذا لم يلجوا إلى وسائل عنيفة، فهذا يعني بطبيعة الحال أن الظروف الدولية هي التي تفرض هذا. وإنما إضافة إلى هذا، هناك قناعة تامة عالميا أن الحلول العسكرية ليست هي التي ستوفر لا الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولا السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط. إذن هذا وهم من طرف القيادة الإسرائيلية أن يظنوا أن هذا التصعيد في الاعتداء على أهل غزة سيؤدي إلى الحل الذي يحلمون به، بل الحل يقتضي الجلوس ثانية إلى طاولة المفاوضات، كما يقتضي الحل أن تقوم الأمم المتحدة بل المجموعة الدولية كافة بواجبها
توفير الحماية الإنسانية والحماية السياسية بل القانونية المطلوبة لدولة فلسطين، لأن دولة فلسطين أصبحت اليوم تتمتع بصفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة، فهذه من حق الفلسطينيين على المجموعة الدولية أن توفر هذه الحماية الدولية مثل ما طلب بذلك الرئيس محمود عباس. لن نعود لهذه مع الوزير. لو نعرج على الموقف الجزائري، الكثير من القراءات وصفت الموقف الجزائري إزاء العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة أنه كان موقف واضح يتماشى ربما مع مواقف الجزائر المعبر عنها منذ ما قبل حتى الاستقلال، أن الجزائر قلعت الثوار وتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وهي مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الموقف الجزائري ربما كان حلقة في سياق مواقف عربية أخرى على غرار الموقف المصري. هناك بعض الدول اتخذت طابع عدائي لمجريات الوضع بفلسطين المحتلة. خليني أوضح النقطة هنا. الجزائر بطبيعة الحال فلسفتها هي أنها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ويبقى هذا صحيحا، وكثيرا ما نفذت الجزائر هذا المبدأ حتى على حساب مصالحها الآنية من منطلق القناعة ومن منطلق المواقف المبدئية. ثم أن الجزائر استجابت لمواطنيها معظمها من السيدات والأطفال الذين كانوا راغبين في الخروج من جحيم القنبلة الإسرائيلية والوصول إلى أرض الوطن، فوفرت الدولة الجزائرية الإمكانيات للسماح لهذه المواطنات ولهؤلاء المواطنين وأهلهم من الوصول إلى الجزائر عبر رفح، وذلك كذلك تطلب التنسيق مع المسؤولين في حماس وكذلك مع المسؤولين الأمنيين في مصر. ثم لم تنقطع بالمطلق الدبلوماسية الجزائرية عن شبكة الاتصالات والمشاورات والمحاولات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار الفوري الذي يضمن مكاسب الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، ثم يوفر كذلك المناخ الملائم لاسترجاع عملية السلام وفي إطلاقها من جديد لتمكن من الوصول إلى الحل المنشود، لأنه في غياب الحل النهائي المتمثل في الاعتراف العالمي والإسرائيلي قبل غيرها بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من المتوقع أن تتكرر مثل هذه الحلقات من المقاومة من جهة ومن الاعتداءات الإسرائيلية من جهة ثانية. هل لنا أن نعرف طبيعة تحركات الدبلوماسية الجزائرية إقليميا ودوليا؟ خليني أقول في البداية من يتابع وكالة الأنباء الجزائرية علم أن ردة فعل الجزائرية بالإدانة للعدوان الإسرائيلي صدرت في اليوم الأول قبل غيرها من ردود الدول عربيا ودوليا. إذا هذا يجب أن يسجل للجزائر وليس على الجزائر. ثم قيل ويقول من سمحهم الله عن ربما غفلهم على الحقائق أن الجزائر في اجتماع الجامعة العربية ساندت كذا ولم تقم بموقف. خطاب بث على التلفزيونات العربية وليس هناك من سر. أوتي بمبادرة سميت بمبادرة مصرية هي التي اعتمدت منذ سنتين في نوفمبر 2012 عندما قدمتها حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هي نفس المبادرة التي قدمت من طرف الوفد المصري المشارك في أشغال الدورة الاستثنائية للجامعة العربية. فكان هناك تأييد من طرف معظم المشاركين، واكتفت الجزائر بالقول أن الجزائر تتطلع إلى نتيجة إيجابية فورية على الميدان من خلال تطبيق هذه المبادرة، لأن المهم المطروح كان أن نحصل على تلك النتيجة الفورية
التي ستحقن دم الأبرياء. فحينما يقال أن الجزائر عملت كذا وكذا، هذا لا يطابق الحقيقة التي من السهل جدا أن تراجع من خلال الكلمة، مثلما تفضلت بإلقائها وشرفت بإلقائها أثناء اجتماع الجامعة العربية. بالتوازي مع هذا بطبيعة الحال لم تقف الجزائر على في موقف غير ملتزم أو في موقف غير نشط، فبالعكس من ذلك كما لاحظتم بطبيعة الحال راسلنا الأمم المتحدة، أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحرك كافة سفرائنا على الساحة العربية وعلى الساحة الدولية يشرحون المواقف الجزائرية، بل يناشدون الرأي العام الدولي ويناشدون الدول الصديقة والشقيقة باتخاذ مواقف صارمة لحمل إسرائيل على وقف عدوانها. هذا العمل الدبلوماسي الدؤوب قد يعمل بطبيعة الحال بدرجة معينة من الكتمان، قد لا يصرح به يوميا وقد لا يبلغ الرأي العام به، لكن هذا لا يعني بالمطلق أن الجزائر غفلت أو أغفلت أي شيء كان لزاما علينا أن نقوم به نصرة لأشقائنا في فلسطين. بل وحتى السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية لديه اتصالات مع عدد من نظرائه العرب، ربما سيعلن عن بعضهم، وإنما كون الإعلام الجزائري لم يحاط علما بكل هذه الأنشطة لا يعني بالضرورة أن الجزائر قررت ألا تهتم بالموضوع أو ألا حاشا ألا تقوم بدورها كاملا مكتملا من باب التضامن ومن باب دورها كدولة عربية يحسب لها حسابها ويسمع لكلامها. هل لنا نعرف من اتصالات الرئيس بوتفليقة بنظرائه العرب إزاء وقف العدوان بغزة؟ الجمهورية ستعلن عن بعض هذه الاتصالات أثناء نهار اليوم، وإنما فقط أنا أؤكد أن هذه الاتصالات سواء كانت مباشرة أو عن طريق وزير الخارجية أو عن طريق سفرائنا لم تنقطع، بل كانت كثيفة هذه الاتصالات وأبلغت العديد من الإخوان العرب والشركاء على الساحة الدولية بالمواقف الجزائرية، بالاقتراحات الجزائرية، بالتوصيات الجزائرية، كانت الجزائر ولا تزال عنصرا فاعلا في كافة التحركات الرامية إلى وقف هذا العدوان الهمجي وإلى إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. خلال الأيام الأولى للعدوان الصهيوني على قطاع غزة كانت هناك حادثة ألا وهي استشهاد جزائري بمنطقة رفح بغزة. هذه النقطة ربما سلطت الضوء على عدد من أفراد الجالية الجزائرية الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة بتنسيق مع السلطات المصرية وكذا مع حركة حماس. هل لنا أن نعرف طبيعة التنسيق في تلك الفترة بالذات، خاصة أنه البعض يتحدث على أن الجزائر مارست ضغوط من نوع ما على السلطات المصرية؟ احنا قمنا بالذي كان ضروريا أن نقوم به مع الجانبين المصري والفلسطيني من أجل تسهيل إجلاء هؤلاء المواطنين الجزائريين، وتوصلنا بمشيئة الله وعونه إلى إجلاء ما لا يقل عن 155 شخص من الذين رغبوا في الخروج من غزة من دون أوراق ومن دون طبعا وسائل، فتكفلت الدولة الجزائرية بكل ما كان مطلوب لإيصال هؤلاء المواطنين إلى أرض الوطن، وقمنا بهذا من منطلق الواجب، مع العلم بطبيعة الحال أن الرغبة الإسرائيلية هي إفراغ فلسطين وغزة بالذات من أي تواجد عربي، من أي تواجد فلسطيني، ولكن المنطلقات الإنسانية والرغبة في الاستجابة السريعة لمواطنينا جعلت الجزائر
تعبي وسائلها وتوظف طاقتها من أجل الاستجابة السريعة والإيجابية لهذا الطلب. اتصالات مباشرة مع حكومة غزة المقالة أو أيضا مع السلطة برام الله، السلطة الفلسطينية برام الله. هو من أجل إلى إجلاء هؤلاء حاليا بخصوص ما عندناش مشاكل بالتحدث إلى أي فلسطيني بطبيعة الحال. نحن عن طريق سفرائنا وعن طريق كل المسؤولين في اتصال مع كافة الذين يرغبون في إيصال رسالتهم أو توضيح موقفهم إلينا. ليس لنا، وإنما نحن نعتقد أن الورقة الأساسية التي في يد الفلسطينيين هي وحدتهم، وأن كل المصائب التي مرت بها أو مر بها الشعب الفلسطيني استغل الكيان الصهيوني التفرقة، استغل ظروف غياب توافق وطني فلسطيني لضرب المقاومة الفلسطينية ولفرض موازن قوة تجعل الكلمة الإسرائيلية هي السائدة في المحافل الدولية، وتجعل مع الأسف الشديد تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمرا مستبعدا إلى ما لا نهاية. فنحن نقول اليوم أن هذه المصيبة الجديدة، هذه الكارثة الإنسانية، هذه الأعداد الهائلة من الشهداء الفلسطينيين، هذه الدماء التي سالت على أرض غزة الطاهرة، خليها تكون دافع لا سبيق له من أجل الحل السلمي النهائي المنشود الذي يضمن للشعب الفلسطيني قيام دولته المستقلة أو دولته المستقلة والاعتراف بهذه الدولة المستقلة. إذن نحن استبشرنا خير بالإعلان عن حكومة وفاق وطني فلسطيني، على اعتبار أن مثل تلك الحكومة شرط أساسي لتوحيد كلمة فلسطين ولفرض الرؤية الفلسطينية لهذا الحل. فكلما توحدت الصفوف الفلسطينية توحدت الصفوف العربية من حولها، وجاءت صفوف حركة عدم انحياز بل صفوف مؤتمر أو منظمة التعاون الإسلامي تعزيزا لهذا الموقف الفلسطيني القوي الموحد الذي يحمل رؤية سلام، لكن سلام عادل، سلام يأخذ الفلسطينيون من خلاله حقوقهم المسلوبة لعقود من الزمن. جيد. بخصوص أداء المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، المقاومة الفلسطينية الآن خاصة كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أصبحت تحظى بتأييد كبير في الشارع العربي من المحيط إلى الخليج، وبالمقابل معالي وزير الشؤون الخارجية السيد مطلع مامرة بعض الأنظمة العربية في هذا الوقت بالذات تصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. ما تعليقكم؟ أنت تعرف، تفضلت وذكرت أن الرئيس الراحل هواري بومدين صرح أن نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة. بطبيعة الحال هذه العقيدة أول من يزكيها ومن يؤيدها هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان آنذاك وزيرا لشؤون الخارجية، بل نفذ هذا عندما اتخذ قراره التاريخي بمنح الفرصة للرئيس ياسر عرفات للتحدث من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1974. بالإضافة إلى هذا يجب أن يعرف الجميع، أن يعرف المواطنون سيما الأجيال الجديدة، أن المقاومة الفلسطينية أنشئت قدوة بالثورة الجزائرية، وأن كافة القياديين الأساسيين لحركة فتح الذين أطلقوا الثورة الفلسطينية تكونوا في الجزائر، تكونوا في الثكنات الجيش الوطني الشعبي، وأخذوا تسليحهم من عند الجزائر، بل راحت الجزائر تؤيد وتكون وكذلك تناصر في كافة المحافل الدولية. تعليق فقط على موقف هذه الأنظمة العربية. عقيدة وأسلوب حرب التحرير أخذه الإخوان الفلسطينيين من تجربة الجزائر الرائدة، وهي الثورة التي رفعت رأس العرب، هي الثورة الوحيدة التي انتصرت على عدو أجنبي مستبد ومحتل. إذن لا يمكن للجزائر إلا
أن تحيي مقاومة أهلنا في فلسطين، وأن تعتقد أن المقاومة مقاومة مشروعة بطبيعة الحال، مثل ما مارسناها نحن في الجزائر ضد المستعبر. فهذا جزء من تاريخنا، لا نتخلى عن تاريخنا، ونعتبر أن ما يقوم به الإخوان في فلسطين تمجيد لهذا التاريخ العظيم الحافل بالبطولات، والذي رفع رأس العرب وجعل الأمة العربية تسترجع ما كان لزاما عليها لا تفقد من أمجاد ومن بطولات. نظرا لضيق الوقت فقط، نظرا لالتزاماتكم أيضا، نعرج على سؤال واحد فقط خارج مجال القضية الفلسطينية. مع الوزير هذا وقت بالمناسبة، ربما أنتم عندكم من خلال طبعا معايير الإرسال المباشر، وأنا أتفهم ذلك. نعم، مع الوزير بخصوص ربما حادثة تحطم الطائرة الإسبانية المستأجرة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حادثة أثارت ولا تزال تثير الكثير من الجدل، لغط إعلامي وسياسي كبير بين الجزائر وباريس. آخر المستجدات بخصوص هذه القضية. هذه بدء أن تثير كارثة إنسانية من هذا النوع جدل داخل الجزائر، لأن مسؤوليتنا أن يتفاهم الجميع أولا موقف هذه الأسر، أن يتضامن الجميع مع الأسر. ومن جديد أود من خلال قناتكم أن نترحم على أرواح هؤلاء الإخوان، وأن أبث عبارات التضامن المطلق للدولة الجزائرية مع هذه الأسر. وسبق أن قدم الأخ عبد الملك سلال تعازي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأهل المفقودين كافة يوم عيد الفطر المبارك. فهذا أعتقد، أنا لا نقول أن الدولة الجزائرية مثالية في تعاملها مع كافة الأزمات الطبيعية، الكوارث الطبيعية، وليس هناك من دولة التي تستطيع أن تخطط وأن تنفذ بطريقة علمية لكوارث طبيعية، لمأساة تتم خارج حدود أوطانها. ومن تابع حوادث مماثلة في أمريكا وفي غير أمريكا يقر أن ما تقوم به الجزائر هو فعلا ما يجب أن يقام به في مثل هذه الحالات. الوزير عبرت عن ما يشبه الاستياء إزاء محاولات ساسة باريس الاستثمار في هذه القضية سياسيا ومحاولة تبني هذا الملف. أنا لست هنا لأصدر أحكام على طريقة تصرف باريس أو باماكو أو بيروت حول هذا الموضوع، وأكتفي بالقول أننا في الهم سوا. هذه الكارثة الإنسانية أخذت أرواح الأبرياء من جزائريين ولبنانيين وفرنسيين من بوركينا فاسو وغيرهم. إذن يجب أن يكون كذلك تضامن واضح وتعاون على أسس متساوية بين كافة الحكومات التي تعمل من أجل التصدي لمخلفات هذه الكارثة الإنسانية. فنحن نقول أن هناك قوانين دولية، هناك معاهدة شيكاغو التي تنص على أن مسؤولية التحقيق تقع على عاتق حكومة جمهورية مالي، ونحن ننسق مع حكومة جمهورية مالي. لكن هناك ظروف خارقة للعادة في مالي، وهي التي جعلت أن هناك تواجد عسكري فرنسي استغيث أو استعين بهذا التواجد لتقديم أو للوصول إلى المكان الحادثة، ربما قبل بالتوازي مع منظمة الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة، ووصلوا إلى هناك. أما الأمور الأخرى فنحن نعتقد أن ما يحكم فيما يتعلق ببعض جزئيات التحقيق، بل حتى ما يتعلق باسترجاع الجثامين بعد ما تجرى عليها طبعا كل الفحوصات العلمية من طرف كل الفرق المتواجدة في عين المكان، وفي مقدمتها الفرقة الجزائرية للشرطة العلمية التابعة للأمن الوطني. بعد هذا ما يحسم الموقف هي الاعتبارات التقنية المهنية المحضة.
ليس هناك من قرار سياسي يتخذ في أي عاصمة ما بدون الاحتكام إلى آراء هؤلاء. هناك الجزائر طلبت توضيحات بخصوص تصريحات لنازل إليزي. قيل شيء معين على القنوات السياسية بدل ما ينتظر الجميع أن يصدر الخبراء حكمهم في هذا المجال. أنا أستطيع القول حسب التقارير التي تصلني من جوسي من مكان الحادثة أن هناك تعاون بين كافة الفرق العلمية الدولية المتواجدة هناك. هناك فرقة جزائرية 16 ضابط مختص في الشرطة العلمية، هناك فرقة مالية، هناك فرقة من بوركينا فاسو، هناك حوالي 20 ضابط مختص من فرنسا، هناك ضباط مختصين من لبنان، هناك ضباط مختصين من إسبانيا كذلك. إذا استقر الرأي هؤلاء جميعهم على أن ما يتطلبه التعامل بكرامة مع الجثمين يقتضي طريقة معينة من العمل، فأعتقد أن كافة هذه الحكومات المعنية بالأمر ستحتكم إلى رأي الخبراء، سيما إذا كان هذا الرأي بالإجماع. أي بالنسبة للحكومة الجزائرية إذا كان الإخوان الموجودين في الميدان هم الذين يرفعون توصية معينة للدولة والحكومة الجزائرية، فآنذاك ستشرح هذه التوصية وهذه طريقة العمل للأسر قبل غيرها، ثم ستشرح للشعب الجزائري كاملا. الوزير، الجزائر الدبلوماسية إن صح التعبير مؤخرا فرقاء الأزمة المالية، الحركات السياسية وكذا العسكرية، كان لهم اجتماع قبل أيام من الآن بالجزائر. هناك ورقة طريق وضعت من أجل هندسة مصالحة شاملة بمالي. أين وصل هذا المسار؟ خلينا نقول بالبداية أن هناك استمرارية للعمل الدبلوماسي الجزائري وللسياسة الخارجية الجزائرية التي يضعها ويشرف عليها رئيس الجمهورية طبقا للدستور. فهناك أساليب قد تختلف من شخص إلى شخص، وإنما هناك استمرارية. فاهتمام الجزائر بمالي هو عنصر استراتيجي بحكم الجوار. يعني لا يمكن بتاتا للجزائر أن تعتبر ما يحدث في مالي مثل ما يحدث في قارة أخرى مثلا. فهناك اهتمام، هناك مبادئ بطبيعة الحال، ولكن فيما يتعلق بمالي هناك مصالح مبدئية ومصالح استراتيجية بالنسبة للجزائر، بالإضافة إلى كل ما يتطلبه التضامن مع الأشقاء في مالي. إذن بناء على ما سبق أن قامت به الجزائر في السابق من مساعدات إنسانية، بل من مساعدات كذلك لتعزيز هياكل الدولة المالية بعد كارثة التغيير غير الدستوري لنظام الحكم الذي حصل هناك والذي أضعف البلد جيشا ومؤسسات، ساهمت الجزائر في إبقاء مالي على قدميه. فامتدادا لهذا وبناء على الثقة المكتسبة والموجودة بين مالي والجزائر، بل على المكانة الخاصة التي والتقدير والاحترام اللذين يكنهم الماليون للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذين ينادونه بأنه عبد القادر المالي. فطلب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن تصعد الجزائر من عملها الدبلوماسي من أجل حمل الماليين على القدوم إلى الجزائر وعلى قبول مفاوضات تكون تحت إشراف الجزائر. فهذا ما تحقق في ظرف 5 أشهر، بل مثل ما لاحظتم قدم إلى الجزائر ممثلون عن الأمم المتحدة، عن الاتحاد الأوروبي، عن المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، بل عدد من الدول كذلك من المنطقة، دول مجاورة لمالي، وكلها تحت لواء الوساطة الجزائرية للمساعدة على حمل الماليين وتشجيع الماليين الوصول إلى الحل السياسي النهائي الشامل الذي سيحفظ وحدة مالي شعبا وترابا، وسيستجيب كذلك لحقوق مشروعة لأهل مناطق
شمال مالي الذين يثقون من أن الجزائر هي المؤهلة لصنع هذا الحل المتوازن الذي سيؤسس لمالي جديد، لجار قوي، جار للجزائر يكون قويا يحمل من القدرات ما يجعله يدافع ويساهم معنا ومع غيرنا في دحر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. مع الوزير، ليبيا تشهد خلال الساعات الأخيرة حالة انفلات أمني غير مسبوق، عودة الصراع بين الميليشيات المسلحة هناك، كل مظاهر الدولة غائبة الآن في هذه الدولة الجارة. متى يقيمكم أنتم للوضع هناك؟ أعتقد أن هناك مظاهر دولة، لأن هناك أسواق، هناك مدارس، هناك مستشفيات. هذا لا يعني هذا ليس كافيا بطبيعة الحال. فشلت ربما بعض الخطوات التي أو بعض المبادرات التي نفذت في السنوات الثلاثة الأخيرة، وفشلت كذلك المجموعة الدولية في طرحها لخروج ليبيا من الأزمة، لأنه تم التركيز فقط على بناء المؤسسات المنتخبة من دون الاهتمام بالقدر الكافي بالمؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، من دون كذلك الاعتماد بالقدر الكافي على الجيران. ونحن كدبلوماسية جزائرية أعتقد أننا بادرنا وبقدر كبير من أعتقد النجاعة والإقناع مع كذلك كافة المؤثرين لإقناع الجميع على أن الحلقة الأساسية بعد ليبيا نفسها هي حلقة البلدان المجاورة، فهي التي تفهم ثقافة ليبيا، تفهم تاريخ ليبيا، بل هي التي تتأثر مباشرة بإسقاطات الوضع الليبي على حدودها. وأصبح الآن من المنتظر عالميا أن تقوم الدول المجاورة بالعمل من أجل إقناع الأطراف الليبية والفعاليات الليبية بفكرة المصالحة الوطنية، وهي التي طبقت في الجزائر وفي أماكن أخرى في القارة الإفريقية وفي العالم العربي، على اعتبار أنه ليس من بديل للمصالحة الوطنية، لأنه ليس لأي فرد ليبي وطنا بديلا يلجأ إليه في أوضاع العسيرة مثل الأوضاع التي تعيشها ليبيا الشقيقة حاليا. فنحن في اتصال مع كافة الفرقاء، مع الوطنيين الليبيين بالإضافة إلى الحكومة الليبية، ونحن نناشد الجميع بالاحتكام إلى الرأي السديد من الشعب الليبي الذي يتطلع إلى مستقبل سلام، إلى مستقبل وئام، وإلى أن تعود ليبيا معفاة من هذه الأزمة تقوم بدورها كاملا على الساحتين العربية والإفريقية. بخصوص جارة المملكة المغربية، سياسة الرباط يواصلون أيضا سلسلة من الاتهامات المجانية ضد الجزائر دولة ومؤسسات. هناك اتهامات صادرة على أعلى مستوى للجزائر مرة أخرى بعرقلة مسار تسوية ملف الصحراء الغربية. واضح تماما أن الطرفي النزاع هم المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، هذا معروف دوليا. فتقارير الأمين العام والأوضاع الحقيقية، ضيف إلى هذا كون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو في الاتحاد الإفريقي، ويعني أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي التي تتكلم باسم القضية الصحراوية في الاجتماعات الإفريقية، وليس الجزائر بالنيابة عن أهل القضية. إذن الأمور واضحة تماما. ضيف إلى هذا كذلك كون مع الأسف الشديد الأشقاء في المغرب ما فتئوا منذ سنة 1975 يلجؤون إلى هذه الصورة النمطية أن الجزائر هي الطرف الآخر، وأن الجزائر هي التي تعبي العالم وتقوم من باب العداوة غير المبررة للمملكة المغربية الشقيقة بهذا العمل الدبلوماسي. هذا كله أثبت الزمن أن هناك قضية صحراوية عادلة محتضنة إفريقيا، محتضنة دوليا، بل وهناك كذلك صكوك دولية
وعقيدة دولية فيما يتعلق بتصفية الاستعمار في العالم، التي تفرض على الأمم المتحدة وعلى الأطراف أن يلجأوا إلى استفتاء تقرير المصير حر ونزيه ليقول الصحراويون ماذا يريدون أن يكونوا. إذا لاحظتم في الفترة الأخيرة المحكمة العليا في إسبانيا أصدرت حكما بأن إسبانيا تقع عليها المسؤولية التاريخية والمسؤولية القانونية كقوة مسيرة لتراب الصحراء الغربية، وهذه السمة القانونية لا تتمتع بها المملكة المغربية. إذن من الناحية القانونية، من الناحية السياسية، من الناحية الأخلاقية، الأمور واضحة وضوحا كاملا. عندما راهنت الجزائر على علاقات ثنائية طبيعية مع المملكة المغربية، وعندما راهنت الجزائر على إنشاء الاتحاد المغاربي ليخلق أجواء جديدة في المنطقة وليفتح آفاقا واعدة لكافة شعوب المنطقة، إنما كان ذلك من منطلق الأمل من أن المملكة المغربية الشقيقة ستتقبل بالبديهيات، وهي أنها لا يمكن لها أن تفرض حلا في المنطقة لا تصادق عليها المجموعة الدولية ولا يقبله الشعب الصحراوي الشقيق. فنحن الآن دائما وأبدا نكرر هذا الموقف المبدئي. نحن مع علاقات طبيعية مع المملكة المغربية، نحن مع بناء صرح المغرب الكبير خدمة لكافة شعوب المنطقة. في نفس الوقت نحن مع الشرعية الدولية، ونحن مع حق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره. لا أعتقد أن كل هذه التصرفات غير المعقولة من طرف بعض أبواق في البلد الشقيق ستغير من شيء من موقف الجزائر المبدئي، بل هذا موقف لا ينفصل ولا ينفصم عن تاريخنا المعاصر، وعن كرامتنا كدولة مستقلة فرضت وجودها واستقلالها بتضحية 1.5 مليون من الشهداء من خلال حرب تحريرية ملحمة، كانت حقيقة ملحمة في تاريخ تحرر الشعوب. إذن نحن على موقفنا هذا، نحن لدينا من السكينة ومن راحة الضمير ما يجعلنا لا نرد يوميا على التجاوزات التي تسجل من هنا وهناك، وإنما في نفس الوقت أقول لك بكل أريحية أن موقف الجزائر هو موقف سليم، هو موقف عادل، هو موقف تتقاسمه الجزائر مع أغلبية البشرية. ليس هناك من بلد واحد اعترف بالسيادة للمغرب على تراب الصحراء الغربية بالمطلق. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على التمسك المجموعة الدولية بمبدأ استفتاء تقرير المصير. سيقول في نهاية المطاف الشعب الصحراوي كلمته الفاصلة، وسنعرف آنذاك من يمارس السيادة على تراب الصحراء الغربية. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي جمعنا بسيادتكم، لكن قبل ذلك مع الوزير نريد تعليق من سيادتكم كرجل أول في الدبلوماسية الجزائرية حول المبادرة التي أطلقها التلفزيون النهار بخصوص التضامن مع أهلنا بغزة. مبادرة جميلة، مبادرة حقيقة تفرز الدور البناء، الدور الإيجابي للإعلام العربي مع قضايانا المشروعة، مع قضايانا العادلة. نريد أن نتطلع أن تكون قنواتنا الإخبارية مرآة صادقة لآمال وآلام شعوبنا. نريد أن تقوم بهذه المهمة الإخبارية النبيلة بتوازن، بأخلاقية. نريد أن تقوم بهذا من منطلق أنه في نهاية المطاف هذه المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتق الإعلاميين تفرض أن يتعالى المرء ويتجرد من أفكاره الشخصية
بل وحتى من ميوله السياسية ليكون دائما حاملا للحق، كلمة الحق، لأنه هذا هو المطلوب من باب المصداقية ومن باب النجاعة. ووفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد. صدرك معالي الوزير السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي جمعنا بالسيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية، والذي تحدثنا فيه عن عدة ملفات إقليمية دولية وعربية، على رأسها ما يعانيه الشعب الفلسطيني في هذه الأيام من عدوان صهيوني غاشم على قطاع غزة. والآن عودة إلى استوديو الأخبار مع الزميل محمد عثماني.